نعم للأسف يعني حاليا في السنين الأخيرة وضع النساء كان سيء جدا في العراق بسبب القوانين الجائرة التي أقرت مؤخرا ضد حقوق النساء، وأيضا بسبب التساهل مع المجرمين وتقديم التسهيلات القانونية تحت مسمى قتل النساء بدافع الشرف وقتل غسل العار، وأيضا القوانين التي أقرت لتزويج القاصرات وإعطاء الولاية الجبرية المطلقة للأب أو ولاية للزوج على الزوجة. هذا أيضا أسهم كثيرا في ازدياد حالات تعنيف النساء وقتل النساء. ونحن نعلم أكثر الحالات التي كانت تسجل كقتل للنساء هي كانت نتيجة حتمية لجرائم العنف والعنف الأسري والضرب المفضي إلى الموت الذي تتعرض له النساء في العراق للأسف. نعم للأسف قضية الدكتورة بان زياد طارق كانت هي